أنا وعيلتي قاعدين حاليا في القاهرة، بس أنا أصلا من العريش. قعدنا هناك فترة طويلة وهناك شفنا الويل والرعب ما كانش بيفارقنا دقيقة. ومن هناك هحكي كل اللي حصل لنا. كام موقف حصلوا معانا ويشهد ربنا إن كل اللي هقوله ده حصل فعلا. أول موقف لما كنت لسه صغيرة، واليوم ده كان عندنا ضيوف، خالتي وأولادها باتوا عندنا. لما كانوا بيباتوا عندنا كنا بننام أنا وعلياء وزهرة ولاد خالتي جنب بعض. كل مرة كان بيعدي عادي ومفيش حاجة، إلا المرة دي اللي جم فيها والليل ليل علينا. فرشنا جنب السرير على الأرض، ومن كتر اللعب والتنطيط من التعب نمت. كنت نايمة ووشي لتحت السرير. فجأة صحيت على حد بينغزني في صدري بقوة، وصوت بيقولي قومي، ده مكاننا احنا. مش بصوت طبيعي كده، لأ، كان صوت غليظ، وكان طبيعي ان افتح عيني بعد الضربة القوية دي. والصوت المرعب اللي سمعته، اقسم بالله لما بصيت تحت السرير غصب عني لقيت عيون بيضة بتبربش قدام وشي بكام متر. ومش كده وبس، انا كمان بدأت اسمع صوت بس الهادي اللي كان بيخبط في وشي هوا سخن خلاني اقوم مفزوعة. وبصيت حواليا ما كانش حد بصيت بخوف على علياء وزهرة علشان اقول لهم يصحوا. لقيت زهرة اللي كانت نايمة ورايا بتتقلب يمين وشمال في اقل من ثانية وبسرعة جدا. اترميت في حضن ماما وانا بترعش ونمت من كتر الخوف اللي كنت فيه. تاني يوم لما صحيت لقيت زهرة بتعيط، وخالتي بتطبطب عليها وبتستفسر منها عن اللي بتعيط علشانه. واللي قالته كان غريب جدا. قالت لخالتي يا ماما نيرة شدتني من رجلي وانا نايمة، خلتني اصحى، وطول الليل اقول لها اسكتي سيبيني انا عايزة انام. كانت تضحك وتهز دماغها وتقول لي لا مش هسيبك، ده مكاننا احنا. قمت علشان اضربها علشان تسيبني انام، لقيتها مخربشاني في ايدي وجريت في الصالة. جريت وراها ما لقيتهاش. اهي نيرة يا ماما. كانت بتشاور عليا. لما صحيت وبصيت عليهم وانا على السرير لقيت خالتي بتوريني ايد زهرة وبتقولي بقى كده يا نيرة تعوري بنت خالتك واختك؟ طب لما امك تصحى هقول لها وهخليها تضربك. قلت لها لما نزلت من على السرير والله يا خالته انا ما عملتش حاجة، انا شفت عفريت تحت السرير خفت وطلعت نمت جنب ماما، والله يا خالته انا ما عملت لها حاجة. طبعا خالتي ما صدقتنيش ومحدش منهم صدقني، وبقيت قدام الكل ان انا اللي عورتها، مع اني والله كنت نايمة طول الليل جنب ماما. امال مين اللي زهرة بتحكي عنها دي؟ التطورات بدأت تحصل بسرعة بعد كده. وبعد كام يوم اخويا كان واقف في البلكونة بيكلم خطيبته، والوقت كان متأخر شوية. اقسم لنا بالله انه بدأ يشوف ويسمع عساكر بتتوجع وصوت ضرب نار. للعلم بس ان الصحراء كانت قدامنا. زمان في العريش ما كانش زي دلوقتي، وفي العريش وفي الصحراء دي بالاخص مات فيها جنود وضباط جيش كتير. فجأة شاف خوذة انها وقعت من السماء، او ان كان في حد لابسها وهو اختفى وهي وقعت على الارض. بعدها بدأ يشوف من بعيد ومن جوه الصحراء جنود بتقع، وأصوات قهاتهم وأصوات تبادل إطلاق النار. لما حكالنا الحكاية دي وقتها ماما قالت له أنا شفت نفس اللي انت شفته، بس أقسم بالله كل ده شفته في صالة البيت مش في الصحراء اللي قدامنا. وفي يوم برضو نزلنا من البيت الصبح، مش فاكرة كنا رايحين فين، المهم عدينا من الصحراء دي، وكانت المرة الأولى اللي نمشي فيها علشان نعدي للاتجاه التاني علشان نركب مواصلات، بسبب إن عربية بابا كانت عطلانة. واحنا ماشيين كنا بنخبط في عظام وخوذ لعساكر مردوم عليها التراب، وكان في زي أوضة صغيرة من الطوب في نص الصحراء، ونص الطوب واقع على الرملة، وكان في كام شوال موجودين. انا لما دخلت الأوضة دي لقيت عظم كتير ولبس جيش وكفوف ايادي مقطوعة وبلاوي سودا كتير قوي كله كوم. ولما بنصحى كلنا من النوم نلاقي العفش مرمي في كل مكان كوم تاني. تخيلوا معايا ولو للحظة تصحى من النوم تلاقي الكنبة مكان الكرسي، والكرسي في المطبخ، والبوتاجاز في أوضة النوم، وباب الحمام متربس من جوه ومقفول، والدولاب متحرك من مكانه. اظن انك هتتجنن وتقول لنفسك ازاي كل ده حصل، وتكتشف لما ترجع كل شيء مكانه تاني يوم ان العفش رجع متنطور تاني في كل مكان، بل اننا كنا بنلاقي السجاجيد مرمية في الشارع. كل ده بيحصل من غير ما نسمع اي صوت. من هنا وكل حاجة في حياتنا في الفترة دي اتغيرت، اولها نفسيتنا. الموضوع ما كانش سهل علينا، خصوصا ان ماما بدأت تتأذى. كانت بتدخل المطبخ، وفي المطبخ كان في مروحة اللي هي بالحبل دي.
كل ما تدخل تلاقي الحبل عمال يتحرك يمين وشمال لوحده. بابا في مرة دخل المطبخ بعد ما سمع صوت ماما بتنادي عليه وهي خايفة، شاف المشهد ومن كتر الضيق والغضب كسر المروحة. وفي يوم ماما كانت داخلة الحمام بالليل، قبل ما توصل للحمام ظهرت ايد من وراها وشدتها من شعرها بقوة لدرجة ان ماما اترمت مترين لورا. طبعا اتعورت ووديناها المستشفى. ومن ساعتها بابا خاف علينا لان الموضوع دخل في سكة اكتر من الرعب، هو اننا ممكن نتأذى كلنا زي ما ماما اتأذت. علشان كده سيبنا الشقة، كل اللي اخدناه معانا لما مشينا هي الذكريات المرعبة اللي